احنا عندنا مثل يقول اللي يعمل قنطرة يستحمل الدوس. مش انت جاي على بطنك، انا بكلمك انت كمواطن. وعندنا مثل تاني بيقول عريان الدماغ ويحب التأميز. يعني انت يا ناصر ما لقيتش من كل الامثال اللي في الدنيا غير المثل ده تتكلم عنه؟ ده انت الجوب ديسكريبشن بتاعك من 10 سنين هو انك قنطرة، اي جهاز معادي ياخدك في حتة ضلمة ولا مؤاخذة يركبك علشان تقول اللي هو عايزه. طب سيبنا من ناصر، خلونا نبدأ الحلقة. انا لؤي الخطيب ودي حلقة جديدة من انحياز. ايه بقى موضوع القنطرة ده؟ في كل أزمة تمر على مصر نلاقي نظام السيسي طالع يتكلم على المواطنين ويحمل المواطن سبب البلاء والأزمة دي، وهو بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب. حصلت في كورونا، وحصلت في حرب أوكرانيا، وبتحصل في غزة، ولغاية دلوقتي أي أزمة تيجي بمجرد ما ترامب هبل التصريحات دي طلعت حكومة مدبولي على طول وقالت للمصريين اللي جاي صعب وتحملوا. طيب هو أولا لا الحكومة ولا الرئيس في أي مناسبة طلعوا يقولوا إن المواطن هو السبب، وثانيا مفيش إنسان عاقل ينفع يتجاهل تأثير اللي بيحصل في العالم على الاقتصاد، وثالثا ودي مواجهة ليا، هو أنت يا لؤي شايف إن في أي علاقة بين العقل ومحمد ناصر علشان تقول جملة زي دي؟ حضرات السادة المصريين، طلع مصطفى مدبولي هو بيقول أنا ما قلتش، عشان ما يقولش ما تخلوش الناس اللي بره يبوظوا لكم الواقع، ده هو اللي قال. ناصر ناس مين اللي بره؟ هو انت بتعتبر انكم ناس اصلا؟ ناس مين يا عم؟ روح يا ناصر، روح وهات لنا حد تاني نتسلى بيه. اقول لك روح هات مديرك اسامه جويش، يمكن يبقى اعقل شويه. دكتور مصطفى مدبولي ممكن يقول لك انه التهويش اللي حصل زود عندنا الاسعار فغلي يا كامل. ما اصل احنا بنتاثر باي حاجه في اي حته، لو سمحتوا مفيش اي دوله تمسك في الثانيه ولا تهوشها ولا تهددها، لانه احنا اقتصادنا فراجايل جدا يا جماعه، ممكن يتكسر في اي لحظه. فمعلش احنا اسفين. كندا والمكسيك وبنما وامريكا مسكوا ببعض وما عملوش حاجه في الاخر، بس احنا تاثرنا، تخيل، او هنتاثر، او ربما نتاثر، او احنا مش هنتاثر بس هنقول ان احنا تاثرنا. لا ده كده اسامه بقى هو اللي قايل لناصر يقول الكلمتين العبط دول، توجيهات يعني من المدير للموظفين بتوعه. طيب يا جماعه احنا محتاجين نسمع اصل الكلام علشان نحكم. يعني دكتور مصطفى مدبولي قال ايه بالظبط؟ ارجعوا لكل المؤتمرات اللي انا كنت بقولها على مدار الفترات السابقه، ويمكن كان هناك بعض التصريحات اللي كانت بيتم انتقادها ان رئيس الوزراء ايه قصده من هذه التصريحات. اللي انا اعتقد الامور النهارده حضراتكم شايفين اللي بيحصل في تطورات الملفات السياسيه بيؤكد ان احنا دايما لازم، وكنت دايما ده اللي انا بقولها، لابد ان نتحضر ونستعد للسيناريو الاكثر تشاؤما. وعشان كده انا بقولها الفرصه دي للمواطنين النهارده بالتاكيد، لان على طول قريت بعض التعليقات اللي موجوده، لابد ان الدوله تكون تضع بقى اداره للازمه والمخاطر والسيناريوهات. الكلام ده محطوط، وانا ده عايز اكد عليه للمواطن المصري، ده محطوط، وده شغلنا الشاغل كحكومه وكدوله النهارده باجهزتها ومؤسسات الدوله المصريه الكبيره، ان احنا حاطين حسابات لهذا الامر، وده شيء مهم جدا عشان نطمن المواطن بهذا الموضوع. ولكن مع نفس الوقت لازم المواطن يبقى واعي لحجم التهديدات والتحديات اللي بتواجه المنطقه بصفه عامه وبتواجهنا كدوله مصريه، وبالتالي احنا الاتنين مع بعض كحكومه وكمواطن شركاء مع بعض، شركاء في عملية استشراف الأمر. ويبقى هنا دور المواطن معايا الوعي الكامل بالتحديات اللي بتواجه الدولة المصرية، الأهم المشاركة مع الدولة في عمليات الحوكمة والترشيد في حجم الاستهلاك بتاعنا. بس كده؟ يعني كل الصياح ده علشان الكلام المنطقي اللي اتقال ده؟ يعني انتوا زعلانين ان الدولة بتستعد ولا ايه؟ عشان معلش مش فاهم.
طب خلاص يا جماعة، يا ريت حد يقول للدكتور مدبولي خليه على الله بقى، لا دراسة ولا سيناريوهات ولا حاجة، علشان الجواسيس بيزعلوا. طب ما تقولوا لنا كده كجواسيس نعمل ايه؟ قولوا لنا اي فكرة. فاحنا عايشين في أزمة ملهاش نهاية، ومفيش أي بوادر تقول إن الأزمة دي هتتحل. ده متعمد؟ هي الحكومة دي متآمرة علينا كمصريين؟ ولا المفروض إن هي جاية تنهض بالبلد؟ المفروض إن هي جاية تشتغل؟ ولا جاية تضيع مقدرات البلد؟ انهي أزمة اللي ملهاش بوادر تتحل؟ هو في حاجة فاتتني؟ أصلك لو بتتكلم عن أزمة الدولار فاللي أعرفه إن الاحتياطي الأجنبي في أعلى مستوياته التاريخية، وتحويلات المصريين في الخارج في 2024 حققت قفزة كبيرة مقارنة ب 2023، والسلع اللي كانت مكدسة في المواني دخلت، وبنستورد احتياجاتنا بانتظام ومن غير مشاكل. فأنهي مشكلة اللي ملهاش بوادر للحل؟ يعني هي ما خلصتش بس بتتحل، فاحنا ماشيين في الطريق. يا راجل ده حتى الاستثمار الأجنبي بيجي وشايف إن الدنيا بتتحسن. ما انت النهارده كل يوم هتبدا تاخد حبايه مسكن بانك تفرط في ارض وتبيعها، ثم تدخل بعد كده عمله صعبه، فتقعد شويه الامور تنتعش، ثم بعد ذلك نعود مره تانية نعيد القاره من جديد، فندور على حته ارض ولا شركه ولا بنك ولا مؤسسه ونطرحهم ولا مطار، وبعدين نقول اصل احنا عايزين نحل. لا، دي مش حلول، ده كده فساد بيتبعوا فساد وبيتبعوا خراب وبيتبعوا تدمير، وبيخلي صندوق النقد زي ما انت شايف كده متحكم فينا في كل شيء. أنا مش عايز أصدق إنك بتقول الكلام ده عن صفقة زي رأس الحكمة أو عن طرح إدارة المطارات للقطاع الخاص. مش عايز أصدق إن في شخص بيقول على نفسه إعلامي سنة 2025 ودي قدراته العقلية. مش عايز أصدق وما ينفعش أصدق إن دي رؤية شخص طبيعي أصلا في القرن ال21 عن الاستثمار الأجنبي. الغالي الحكومه في بقى إنها هي تحكمنا. لا، وتعمل ايه كمان؟ وهي تركب العربيه كل يوم وتعمل موكب وتجيب وتعمل بوكيه مؤتمر الورد اللي احنا صحفي. قعدنا نحسبه لهم دوت. مؤتمر صحفي كل يوم 4. أيوة. ونقعد نتكلم على الانجازات وعلى الحقبه الاجتماعيه والحقنه الاجتماعيه، يعني نصرف على الحكومه بس بشكل مش مباشر، ومش ما هينفع طبعا. تقول كده لانك ممكن تتحبس. لا ما قلتش حاجه عامه، ما قلتش حاجه، انا ما قلتش حاجه. ربنا يجعل كلامنا لكن خفيف هو ده علينا. المطلوب. بص أنا هرد على العبط اللي بتقوله ده طبعا، بس عاجبني قوي الإفيه بتاع هتتحبس اللي اتقال في الآخر ده. يا ابني انت وهو انتوا جواسيس هربانين بره، يعني تكنيكالي النكتة دي ما تركبش عليكم، انتوا حتى محرومين من الهزار اللي من النوع ده. نرجع بقى للكلام العبيط اللي اتقال. ايه علاقة ترشيد الاستهلاك باللي بتقولوه؟ يعني المؤتمر الصحفي ده وسيلة للتواصل، مش حاجة بنتكلم فيها فلوس وفشخرة، ومفيش مواكب فيها اي نوع من انواع الاستعراض، مجرد تأمين طبيعي للمسؤول وهو بيتنقل من مكان لمكان في إطار عمله، يعني مش بيتفسح بالعربيات. مع العلم إن الحكومة عندها توجيه من الرئيس شخصيا بترشيد الإنفاق، ولما الحكومة بتطالب المواطن بترشيد استهلاكه مش بتقول له جوع ولا حاجة، هي بس بتقول له إن اللي يزيد عن احتياجنا بلاش منه. فهمتوا ولا إيه؟ صعب تفهموا، أو يمكن فاهمين بس كجواسيس ما ينفعش تعملوا غير كده. إحنا لو مشينا ورا المطاريد في الحلقة دي بس هنطلع بنتيجة لطيفة جدا. مطلوب من الحكومة ما تستعدش للمستقبل ولا تعمل سيناريوهات، ومطلوب من المواطن ما يرشدش استهلاكه ويفضل يهدر في الحاجة اللي معاه، ونعمل وعي بصراحة. وفي النهاية عايز أفكرك مفيش حاجة اسمها حياد، الكل منحاز لقناعاته وبيدافع عنها بكل قوته، وأنا منحاز لبلدي ومصلحتها، ومن حقي أنا وكل اللي زيي نعبر عن قناعاتنا بالعقل والمنطق والمعلومة. أشوفكم الحلقة الجاية.